اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين. اتمنى بقى اللي مشتركش في القناة يلا بقى يا حبيبي، ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد، ونبدأ بسم الله كده. وعندنا روتين ان شاء الله كله نشاط وحيوية. بس يا ريت تدعموني باللايكات والشير. كنا طبعا كده دخلنا على الأوضة. انا كنت فرشت الملاية عشان مبعرفش افرشها قدام الكاميرا وكده، وكنت بقى لسه هلبس المخدات والخداديات. انا طبعا ملبساهم وش تاني عشان يحفظهم، وبلبسهم وش برضو عليه. اللي تحت ده كأنه كفر ملوش دعوة يعني باللي انا بلبسه فوق. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي واسمعي الفيديو للاخر وحطي اللايك الجميل بتاعك. اي حاجة طبعا كنت وانا خارجة باخد حاجة، داخلة باخد حاجة عشان اخلص برضو وانجز. انا كنت لمعت من فوق السرير كده ومسحته برضو قبل ما اعمل اي حاجة وافرش الملاية. كنت عشان مسحت الشباك طبعا ولمعت، كنت كده بدي تلميعة خفيفة، بس انا كنت مسحة ده كله. والاباجورة طبعا حطيت، كانوا اولادي جايبين الاتنين في جنب واحد، فانا جبت كل حاجة مكانها، يعني رجعت واحدة مكانها. انا مش مشغلاه عشان ما فيش فيشة جنبها. كده بقى كنت خلصت السرير، كنت بقى بلم الغسيل. واي حاجة عايزة تطبق بطبقها، واللي عايز يتلم بلمه. جبت السبت طبعا اكملها، حطيت السبت بقى ولميت فيه كل الغسيل اللي مش نضيف عشان نوديه عند الغسالة. صلي على النبي كده حبيبتي في الكومنتات واكتبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان تاخدي كده حسنات. طول ما انتي بتعملي شغلتك قولي على طول استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دايما يا جماعة كده نخلي لساننا رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بقى كنت بمسح التسريحة وبلمح. مسحت برضو المراية وبرضو شلت السجادة، برضو نفضتها كده وفرشتها تاني. شلتها نفضتها وفرشتها تاني. الأوضة سبتها على كده، كانت هتتمسح خلاص. دخلنا بقى على المعركة الكبيرة. برضو لميت اي هدوم مش نظيفة في الصالة كده
واي حاجة. طبعا اولادي كانوا قلبين الدنيا، انا كنت تعبانة، اسناني تعباني طبعا، واولادي كانوا قلبين الدنيا. صحيت لقيت المنظر ده. ودي مريم لبست الجلابية بتاعتها وجت. كانت بتنضف معايا يا جماعة. وحطيت طبعا المفرش ده، انا ما غسلتوش خالص، حطيته على السفرة كده. ودي كانت الركنة بقى، عشان نزلت كل حاجة عليها وابتديت انفضها. كل اللي كان عليها بقى شيلته، عشان هعدلها كده. كنت طبعا بظبطها، اولادي طبعا بيبهدلوا الدنيا. حطوا حاجات تحت الركنة وحاجات جنب الركنة، ربنا يهديهم طبعا. ومريم طبعا كانت مصممة تعمل معايا في الروتين. وفرشت طبعا الحافظات ديت، عشان طبعا بتحفظ لي الركنة، ففرشته. الحافظات دي طبعا ما بتخليش الركنة تتبهدل خالص بصراحة يعني، وشكلهم حلو برضه. انا اللي جايباهم يا جماعة، قماش وانا اللي قصاهم وعاملاهم. كده بقى كنت فرشتها، احط المخدات وكده الحمد لله. وشلت طبعا كده الألعاب اللي كانت في الصالة وأي حاجة. وبنتي طبعا مفرش أي حاجة بقى خفيفة، عشان لما بحط السجاد طبعا مش مغطي الصالة كلها.
بفرش طبعا السجاد طبعا اللي مش مالي الصالة ده عشان اشيله واحطه بكل سهولة. وكده بقى كنت بلم السجاد، طبعا هنفضه وهرجع افرشه تاني.